بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم. وصفتنا اليوم هي شطيط اللحم، وصفة بزاف بنينة واللحم يجي طايب زبدة. نبداو بسم الله. أول حاجة نبدا بها هي الدرسة ولا التتبيلة اللي راح نتبل بها هذا اللحم. نجيبه من يعشواغ، ندير فيه حبة بصلة، حبة طماطم، ملعقة طماطم مصبرة، 5 إلى 6 فصوص ثوم، وندير التوابل اللي هي الكزبر، فلفل الأحمر، فلفل الكحل، ملعقة صغيرة كمون، واللي يحب الحار يزيد ملعقة هريسة. نرحيهم مليح. نجيب الماغميت ولا تحبي ديري في لاكوكوط مينوت. ندير شوية زيت، ما نكثرش، اللحم تاعي غنمي، واذا كان اللحم تاعك بقري ديري شوية زيت وشوية سمن، ونحط الطراف تاع اللحم يتقلاو. بعد ما يتقلى اللحم مليح نديرلو الملح. نفرغ عليه الدرسة اللي درتها في الاول، ونخليه يكمل يتقلى ويتشرب مليح التوابل. بعد ما يتقلى اللحم مليح ويتشرب التوابل، نمرق بالماء السخون. كي تعودي تمرقي ما تمرقيش فوق اللحم ديريكتومون، هكذا باش ما تغسليش من التوابل. مرقي على الحاشية تاع المرميطة. ولا درتي في لاكوكوط مينيت ما تمرقيش بزاف. التمريق تاع لاكوكوط وتاع المرميط مش كيف كيف. انا الحمص عندي راه طايب، خلي في الاخر به اللوحو. نتلاقاو في طبق التقديم. شطيطها اللحم راهي واجدة، راهي امامكم، واللحم جا طايب زبدة. جات تشهي، شهيتكم في الجنة إن شاء الله. نتمنى تنال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.